لأول مرة ينظم بالداخل مؤتمر دولي حول التراث المغمور تحت الماء بمشاركة حوالي 30 خبيرا يمثلون 10 دول سيعكفون على بحث ومدرسة سبل تثمين هذا الموروث الأركولوجي، خصوصا على الواجهة الأطلسية بغرب إفريقيا. أبناء المنطقة لأول مرة ينظموا مؤتمر دولي بهذا الحجم بعد تفعيلهم الأول برنامج لمنظمة اليونسكو في المنطقة. مؤتمر سيناقش مسائل ليس فقط أركيولوجية بل هي اقتصادية تاريخية ثقافية، وسنعمل على تثمين هذا التراث. هذا التراث المستند الآن على الاكتشاف الذي تم من طرف هذه الجمعية وبتعاون مع الهيئات المختصة والمتعلق بسفينة القيصر. اكتشاف مهم عرفته جوهرة الجنوب مؤخرا يتعلق بحطام سفينة القيصر الألماني ويليام ديرغروس التي تم تدميرها بعرض سواحل الداخل إبان الحرب العالمية الأولى من قبل بريطانيا. سفينة بطول 200 متر كانت تستعمل في أغراض عسكرية. خبراء كبار جاءوا من جهات العالم الأربع للحديث والنقاش وتبادل التجارب حول كيفية تثمين هذا التراث المغمور الغني جدا، خصوصا في هذه المنطقة الصحراوية التي كانت في حقبة معينة مقبرة للسفن. إنه لمن المهم أن نمثل هذه العلاقات العلمية والتقنية بين مختلف البلدان الأطلسية الإفريقية هنا، حيث يوجد تراث مغمور جد مهم. من بين أهداف المؤتمر جعل التراث المغمور جسرا للتواصل والحوار بين الحضارات وتسليط الضوء على هذا الجانب من الموروث الإنساني الذي تزخر به الأقاليم الجنوبية بالنظر إلى موقعها الجغرافي المتميز على مر العصور.